أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه أقول: حقيقة ظهرت في الكون قدرتها فأظهرت هذه الأكوان والحجب. جيد، هذه نتيجة ما انتهى إليه في الجوهر والعرض على طريقة أهل الله، وخلاصة ما انتهى إليه أن هناك ذات إلهية واحدة لا تظهر لنا إلا من خلال تعيناتها وصفاتها، وهذه الذات لها مظهر في عالمنا. هذا المظهر هو النفس الرحماني. هذا المظهر أيضا لا يظهر لنا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأعراض التي هي الأمور التابعة. وكما، التفتوا جيدا، وكما هناك من خلال الذات مع تعين مع صفة يحصل اسم من الأسماء، هنا أيضا هذا الجوهر مع عرض من الأعراض تحصل عندنا كلمة وجودية. إذا انظروا إلى الحقيقة، ذات إلهية. هذه مرارا ذكرت إخواني، هذه قراءة يقدمها العارف لفهم هذا العالم بواجبه وممكنه، ليقدم هذه القراءة. هذه الذات لا تظهر لنا إلا من خلال ماذا؟ من خلال التجليات والصفات. هذا المعنى ذكرناه مرارا، أن الذات بما هي يمكن معرفتها أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن الذات من خلال صفة من الصفات يحصل عندنا الاسم العرفاني، ونحن نعرف الله بذاته أو بأسمائه. هذه على مستوى الصقع الربوبي. ما هو هذا المظهر؟ هو النفس الرحماني، هو الهيولة الكلية، هو الظل الممدود. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هذا النفس الرحماني مظهر تلك الذات التي لا تظهر إلا من خلال الصفات. هذا النفس الرحماني أيضا لا يظهر لنا إلا من خلال ماذا؟ الأعراض، ولكن الأعراض على طريقة أهل الله، يعني الأمور التابعة. والمجموع هناك كان عندنا الذات مع صفة اسم، هنا هذه الذات هذا الجوهر مع عرض هو ماذا؟ كلمة، يعني كلمة وجودية. واضح هذا المعنى؟ الآن هذا التصور الذي أشار إليه الآن يريد أن يبينه من خلال مجموعة من الأبيات التي ذكرها هو. يقول: حقيقة، مراد من الحقيقة التي عبر عنها وتسمى هذه الحقيقة في اصطلاح أهل الله بالنفس الرحماني، حقيقة ظهرت في الكون. يا كون هذا الكون باصطلاح أهل الله يعني عالم الإمكان، لأنه قلنا كل ما سوى الله هؤلاء لا يسمونه وجودا وإنما يسمونه كونا. حقيقة ظهرت في الكون قدرتها، فينسب إلى هذه الأعراض وهذه الظهورات كلها ينسبها لمن؟ لهذه الحقيقة بإذن الله. ظهرت قدرتها. هذه الحقيقة ماذا فعلت؟ فأظهرت هذه الأكوان والحجب. كل هذه الأمور، كل هذه الأعراض هي حجب ماذا؟ حجب هذه الحقيقة، حجب هذا النفس الرحماني، أعم من أن تكون حجب ظلمانية أو أن تكون حجب ماذا؟ نورية، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. هذه حجب تلك الحقيقة. الحقيقة ما هي؟ هي النفس الرحماني، مو الذات الإلهية، مو مقام الأسماء، مو مقام الأحدية. جيد. خب، هذه الحقيقة يعرفها الجميع؟ يقول لا، تنكرت بعيون العالمين.
مو عالمين بالكسر. تنكرت بعيون العالمين. هسه من خلال قرينة المقابلة سيتضح مراد أنه هذا أي عالم. كما تعرفت بقلوب عرف أدبا. أدبا أو أدباء جمع أديب، جيد جدا. يقول إذا نظرت إليها من خلال العارف والعلم الشهودي فهي معروفة عندهم هذه الحقيقة، أما إذا نظرت إليها من خلال العلم الحصولي فهي معروفة أو منكرة. منكر، غير معروف، غير معروف. فلذا أنتم واقعا عندما تجون إلى كل المباني الفلسفية، كل المباني الفلسفية، تجدون بأنهم يؤمنون بأنه يوجد وراء العقل الأول، وراء عالم المثال، وراء عالم المادة شيء اسمه الصادر الأول. أبدا. هذه التمييز بين الصادر الأول وبين العقل الأول هذه من مباني العرفاء، وإلا الفلاسفة يعتقدون بأنه ماذا؟ الصادر الأول هو ماذا؟ هو العقل الأول. لذا قال تنكرت بعيون العالمين كما تعرفت بقلوب عرف، جمع عارف، أدبا جمع أديب. فالخلق كلهم أستار طلعتها. الخلق، المخلوقات جميعا هذه أستار هذه الحقيقة. فالخلق كلهم أستار طلعتها والأمر أجمعهم كانوا له نقبا، جمع نقاب. بس أنا ما أدري مقتضى القاعدة كان يقول كانوا لها، لو كانوا له، طبعا كانوا له يمكن تصحيحها باعتبار أنه للجوهر، أما الكلام احنا نتكلم عن من؟ عن الحقيقة. فهنا والأمر أجمعهم كانوا لها، لأنه هناك قال ظهرت قدرتها، أظهرت، تنكرت، تعرفت، بعد عندك فالقلق طلعتها. خب لماذا عندما وصلنا هنا صارت له؟ ما أتصور أن توجد ضرورة شعرية مثلا حتى أقول للضرورة الشعرية صارت له، والأمر سهل. وهذا أيضا كما هناك أكو كانت مقابلة بين تنكرت وتعرفت. خلوا ذهنكم يمي، إيش قد الأبيات لطيفة من الناحية الفنية. أكو مقابلة بين تنكرت وبين تعرفت، بين العالمين وبين العرف. هنا أيضا توجد مقابلة بين الخلق والأمر. فالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالخلق كلهم أستار طلعتها والأمر أجمعهم كانوا لها أو له نقبا، جمع نقاب. لا والأمر أجمعهم ما يستقيم الكلام كله عن الحقيقة. وأنا ما أقول لو كان هو كل هذا ده يتكلم عن ماذا، أقول توجيه نقدر نوجه، نقدر نستطيع أقول للجوهر ما عندي مشكلة، بس مقتضى القاعدة ده يقول قدرتها، ده يقول طلعتها، ده يقول تنكرت إلى آخره، كلها إشارة إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. هسه من نوصل هنا تكون إشارة إلى غير الحقيقة، هذا يحتاج إلى تكلفة واقع. جاي أقول أنا ذكرت شيخ، أنا قلت يمكن أوجهها، ولكن مقتضى القاعدة كان يتكلم عن الحقيقة، فإذا كان لابد يقول لها بعد، يعني تؤيد أنت. جيد جيد جيد, جيد. لا الآن من أتصور أحد يتكلم مقصود يصور عنده إشكال. مثلا البيت الرابع قال ما في التستر بالأكوان من عجب. لطيف هذا البيت الأخير، ما في التستر بالأكوان من عجب. هو أنه الشيء يتستر من خلال هذه الأعراض المكتنفة هذا ليس بعجب، أما بل كونها هذه الأكوان الحقيقة، بل شوفوا هم رجع الضمير أنثه، بل كونها عين هذه الأكوان مما ترى عجبة أو عجبة. طبعا الضرورة الشعرية، وإلا عجبة هي لابد تصير عجبة حتى تصير نقبة وأدبة وحجبة.
ما في التستر بالأكوان من عجب، بل كونها عينها مما ترى عجبا، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايلة. يعني هذا النفس الرحماني عين ماذا؟ ونفوسكم في النفوس، وأرواحكم في الأرواح، وأبدانكم في الأبدان، وأجسادكم في الأجساد. أصلا فيها كلها هون. هسه بعد هسه ما أدري، هسه لابد نشوف بأنه هذه القبور المادية، القبور المعنوية، فرج. المهم هذني 3-4 واضحة بعد، وهو أنها داخلة في جميع الأجساد لا بممازجة، خارجة عنها لا بمزايلة، والأرواح كذلك، والنفوس كذلك، وكل شيء عينها من وجه وغيرها ماذا؟ من وجه. بعبارة أخرى أن كل هذه الأكوان مظاهر، وقد ثبت عندنا اتحاد الظاهر والمظهر، وأن الظاهر عين المظهر من وجه، وأن المظهر عين الظاهر من وجه، وغيره ماذا؟ من وجه. عينه من وجه لأنه متقوم به، غيره من وجه لأن ذاك مطلق وهذا ماذا؟ وهذا مقيد. قال بل كونها، هذه الحقيقة، بل كونها عينها، عين هذه الأكوان مما ترى عجبا. هسه الآن نقطة انتهى هذا البحث. من هنا قوله وليس انضمامه بحث مهم أساسي من أهم مباحث العرفان ومباحث نظرية المعرفة. التفتوا إخواني الأعزاء، اللي تقلب كثير من المباحث الفلسفية رأسا على عقب، أصلا تنهيها، لا تبقي لها مجالا. خلوا ذهنكم ينفع. السؤال: إلى هنا كنا نتكلم أنه توجد عندنا حقيقة ذات هي المتبوعة، وهي التي عبرنا عنها بأنها ماذا؟ الجوهر، مو هالشكل؟ وعندنا أعراض هي ماذا؟ أو عندنا أمور معان تابعة عبرنا عنها ماذا؟ بالأعراض. قلنا بأنه من انضمام معنى من المعاني الكلية أو الجزئية إلى تلك الحقيقة المتبوعة يتولد عندنا ماذا؟ كلمة وجودية، وهكذا قلنا. لذا عبارته كانت ماذا؟ قال وتسمى هذه الحقيقة في اصطلاح أهل الله بالنفس الرحماني، وما تعين منها وصار موجودا من الموجودات تسمى ماذا؟ بالكلمات الإلهية. هذه وين ذكرها؟ في آخر الصفحة. تعالوا معنا في أول الصفحة. قال كذلك الجوهر في السطر الخامس، كذلك الجوهر مع انضمام معنى من المعاني الكلية إليه يصير جوهرا خاصا، وبانضمام معنى من المعاني الجزئية يصير جوهرا ماذا؟ جزئيا. السؤال المطروح: ما هي العلاقة التي تحكم هذا الجوهر وهذا المعنى؟ هل هي علاقة الانضمام؟ هل هي علاقة الاتحاد؟ اتحاد أي نحو؟ يعني بعبارة أخرى نحن نقول من التركيب بين الجوهر والعرض العرفاني تتولد عندنا كلمة وجودية. هذا التركيب يا نحو من أنحاء التركيب. هل هو تركيب اتحادي؟ هل هو تركيب انضمامي؟ أو أساسا لا هو تركيب، ليس هو تركيبا أصلا، عبارته من انضمام، ظاهرها أن التركيب تركيب ماذا؟ انضمامي. يعني بعبارة أخرى أن نسبة العرض إلى الجوهر ماذا؟ قولوا مع ماذا؟ محمول بالضميمة، لأنه يقول من انضمام العرض إلى الجوهر تتولد عندنا كلمة وجودية. هنا يريد هنا وليس انضمامه. هذا شوفوا البحث منظم واقعا كالرياضيات. هل التركيب بينهما
الذي يتولد منهما كلمة وجودية، هل التركيب بينهما تركيب اتحادي أم التركيب تركيب ماذا؟ انضمامي. الجواب في جملة واحدة: لا هو انضمامي ولا هو ماذا؟ اتحادي. إذن ما هو؟ يقول أساسا لا يوجد تركيب. التركيب، التفتوا جيدا، التركيب فرع الاثنينية في الرتبة السابقة، يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، فينضم هذا إلى هذا. هسه إما ينضم إليه بنحو التركيب الانضمامي كما ينضم السواد إلى الجسم، فإن الجسم شيء والسواد شيء آخر، وأحدهما ينضم ماذا؟ إلى الآخر. أو أن التركيب بينهما تركيب اتحادي، أيضا المادة شيء والصورة شيء، ولكن أحدهما متحصل والآخر لا متحصل، فيكون التركيب بينهما تركيب ماذا؟ تركيب اتحادي. الجواب يقول لا، هو ليس هو تركيبا أصلا، بل هو ظهور من الغيب إلى الشهادة، لا أنه شيء ينضاف ويضاف إلى الجوهر بنحو يكون متحدا معه حتى يكون التركيب اتحاديا، أو منضما إليه حتى يكون التركيب ماذا؟ انضماميا. وإنما، خلوا ذهنكم جيدا يمي، وإنما كل شيء في ذاته، كل ما يحمل عليه بعد ذلك موجود في كمونه، في بطونه، في غيبه. نعم، نحتاج إلى شرائط ومعدات لاستخراج المكنون الغيب إلى ماذا؟ إلى الظهور، إلى الشهادة، ليس إلى. خلي أقرأ لك هذا النص. شوفوا هذا النص ماذا يقول، واقعا من النصوص الجيدة في هذا المجال، اللي أنا ما أدري مصدره ماذا، ولكنه يظهر معروف هذا النص في كتبنا. نعم. الرواية عن الإمام الصادق ينقل عن عيسى، قال عيسى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل، لا تقولوا العلم في السماء من يصعد يأتي به، ولا في تخوم الأرض من ينزل يأتي به، ولا من وراء البحار من يعبر يأتي به. العلم مجبول في قلوبكم، موجود معكم في فطرتكم، في ذواتكم، في بطونكم. تأدبوا بين يدي الله بآداب الروحانيين، وتخلقوا بأخلاق الصديقين، يظهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم ويغمركم. بلي قلت لكم هذا أنقل من سيد حيدر الآملي، ولكن رواية موجودة عندنا، رواية موجودة عندنا. المصدر تفسيره الجزء الأول صفحة 273. الرواية منقولة، ولكن أنا ما صار عندي وقت أراجع أطلعها من مصادر موجودة، وفي عقدهم لعله في أصول الكافي أو غيرها موجودة، يقينا موجودة. هذا النص رأيته يعني. عبارة أدق لعله من هذه العبارة: أن الأنبياء إنما يأتون إلى البشر ليفعلوا لهم ماذا؟ ليثيروا لهم دفائن العقول. عجيب هذا النص، يعني أن الذي يظهر موجود عندك أو غير موجود؟ نعم موجود، ولكن يحتاج إلى إثارة ليظهر، ليثيروا لهم دفائن العقول. شيء مدفون، والمدفون يعني مغطى، يحتاج إلى إظهار، إلى إظهار. من هنا العرفاء يعتقدون، خلوا ذهنكم، ما هو دور الشريعة؟ ما هو دور الشريعة؟ أحسنتم، أنه تعد النفوس لإخراج ما في غيبها وبطونها، ليس. إذا واحد إجا قال بأنه خب إذا كانت الحقيقة هاي القيمة إلها، لا، شنو دور الشريعة؟ الجواب: لا يمكن أن يستغنى عن الشريعة، محال، لأن الشريعة هي التي تخرج الشيء ماذا؟ يكون في علمك، مو تخرجه حدوثا حتى إذا أنت خرجت لها تقول ماذا بعد؟ نستغني. لا لا لا،
لأنه هذه لكي تبقى ظاهرا تحتاج إلى الشريعة حدوثا وماذا؟ وبقاء، وإلا إذا تركت الشريعة حدوثا هذيك بعد المقدمات التي من خلالها وصلت الظهور تبقى أو لا تبقى؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا شكره يجعله في هذا الموقع، بمجرد أن ينقطع عن هذا الشكر بعد يبقى في موقع أو أدنى أو لا يبقى؟ لا يبقى، يسقط. ليه؟ لماذا؟ باعتبار أن العالم عالم التكليف، عالم الحركة، عالم السقوط والهبوط، عالم الصعود إلى درجات الجنة أو الهبوط في دركات الجحيم، هذا العالم طبيعته هذا كان. فإذا لكي تبقى أنت في الأعلى وفي الدرجات العليا لابد أن تحافظ على ماذا؟ على المقدمات الإعدادية. أما بمجرد أنك تقول لا أحتاج إلى المقدمات الإعدادية، هذا معناه أنه تبقى في الأعلى أو تسقط. وهذا المثال اللي يضربوه طبعا مثال لعله مقرب من جهة، ولكنه غير مقرب، مبعد من جهات أخرى، وهو أنه من قبيل الإنسان إذا أراد أن يصعد على السطح، التفتوا جيدا، أراد أن يصعد على السطح، بينك وبين الله يصعد الدرجة الأول، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة من سلم، وعندما وصل إلى الدرجة الرابع يقول شنو، أو الدرجة العاشر، يقول ما هي حاجتي إلى السلم؟ هو بمجرد أن يقول لا حاجتي إلى السلم ماذا يحصل؟ يسقط. وقد يقول أنا قائل هو يصعد فوق السطح وبعد يحتاج إلى السلم أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. قد الإنسان يصل في هذه الدنيا، الجواب ما دام في هذه الدنيا يصعد السطح أو لا يصعد السطح؟ لا يصعد، لأن السطح مرتبط بالنشأة البرزخية وبالنشأة الأخروية. تقول إذا صعد السطح لا يحتاج، مو لا يحتاج، لا يمكنه أن يستعمل السلم بعد. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ما أدري واضح هذه الحقيقة؟ لذا على هذا الأساس التفتوا لي جيدا، على هذا الأساس هذه الأعراض والمقولات العرضية بعد محمولات بالضميمة لو خارج محمول. عشان بساط المقولات في الفلسفة بعد يصير يطوى وقعا كطي السجل للكتب. لذا أنتم تذكرون في نهاية الحكمة موضع أو موضعين السيد الطباطبائي يقول على هذا الأساس فما هو محمول بالضميمة يكون من الخارج المحمول. هذا مبناه وين؟ عند العرفاء هذول. أي درجة من درجات العلم، أي درجة من درجات التقوى، أي درجة من درجات العمل، هذه كلها موجودة في غيب كل إنسان وفي مجبول في واقعكم في بطونكم. ولكنه إما تستعمل الأدوات والمعدات للإثارة والإخراج، وإما ماذا؟ لا تستعملوها فتبقى في البطن، فتبقى في الغيب. لذا التفتوا إلى العبارة، قال وليس انضمامه، انضمام الجوهر، وليس انضمامه هذا الجوهر الذي قلنا هو الحقيقة المتبوعة أو الذات الواحدة الذي هو النفس الرحماني، وليس انضمامه إلى المعاني الكلية. قلنا الكلية والجزئية بالمعنى العرفاني، بالاصطلاح العرفاني لا الاصطلاح الفلسفي أو المنطقي. وليس انضمامه إلى المعاني الكلية أو الجزئية. معنى الانضمام ما هو؟ إلا ظهوره، ظهور ذلك الجوهر، إلا ظهوره فيها، أي في تلك المعاني الجزئية أو الكلية، وتجليه، عطف تفسير، تجلي ذلك الجوهر، وتجليه بها، أي بتلك المعاني الكلية والجزئية. نعم، هذا الظهور والتجلي تارة في مراتب ذلك الجوهر وتلك الحقيقة الكلية، وأخرى في مراتبه ماذا؟ الجزئي. إذن عندما نضع يدنا على الصادر الأول، خلي ذهنك معي، نضع يدنا على الصادر الأول، بعد هل يمكن أن يوجد كمال في عالم الإمكان وهو فاقد له؟ يحتاج أن يأتي إليه من الخارج لينضم إليه أو يتحد معه، أو هو موجود في بطونه؟
موجود في ذاته في بطونه. نعم، يحتاج إلى إظهار، يحتاج إلى تجلي. إذن العلاقة بين الجوهر وبين العرض علاقة الاتحاد، له علاقة الظهور، علاقة التجلي، ولكنه على نحو التجافي، لا، على نحو التجلي. هذا تنزل من تلك الحقيقة إلى مرتبة من مراتب تلك الحقيقة، ولكن بنحو التجافي له التجلي. وهذا الذي بيناه مرارا من أن العلاقة بين الخالق وبين بالأمس أنا دا أطالع في الكتاب يقول أنا لا أستطيع أن أتصور بأن الله يخلق ولا ينقطع يتولد منه شيء. حقا يقول عندما نقول يخلق يصدر لابد أن ينقطع منه شيء، يتولد شيء كما يتولد الجنين من أمي. كتاب موجود بيني وبين الله. ليش؟ لأنه هو بذهنه يلد ويولد، ماكو إلى معنى عرفي إلا ماذا؟ إلا هذا المعنى. وإلا لو مطلع أن هؤلاء ماذا يقولون في الخلق، وأن الخلق عندهم والإيجاد عندهم والصدور عندهم هو الظهور. قلت مع الأسف الشديد لو كان هذا الشخص أمامي كنت أقول بأنه جنابك عندما تكتب شيئا على الكتاب وتؤلف يعني ينقطع جزء منك ويأتي على الكتاب. هل ينقطع؟ يتولد منك، صدر منك. بعد من التعابير المتعارفة، إصدارات، مؤلفات، ما صدر منه. هذه ما صدر يعني اقتطعنا جزءا منك، تولد منك. ما معنى؟ يعني ظهر، يعني كان عندي ولكن كان باطنا ثم ماذا؟ ثم ظهر. قال وأخرى في مراتبه الجزئية فهو منه الجوهر، فهو الذات الواحدة بحسب نفسه، وهو النفس الرحماني واحد حقيقة. فهو الذات الواحدة الذي هو مظهر الذات الإلهية، فهو الذات الواحدة بحسب نفسه. أما هذه الذات الواحدة المتكثرة، أو هذا الجوهر الواحد المتكثرة هذه الذات، ولكن ماذا؟ يا ليته عبر بظهوراتها، لأنه يتكلم عن الذات ولكنه رجع قال ماذا؟ هو على الجوهر المتكثر بظهوراته في صفاته. هذه الذات الواحدة متكثرة، ولكنها في النتيجة واحد لو كثير. النفس الرحماني واحد لو كثير. جزاك الله خير. هذا هو عرفه، هذا الوحدة الشخصية اللي يقول عرف. في النتيجة الوحدة الشخصية واحد لو كثير. إخواني الأعزاء، واحد حقيقة من جهة وكثير حقيقة ماذا؟ من جهة أخرى. ما قائلين بأن الكثرة أمر كثانية ما يراه الأحوال أمر اعتباري أمور عدمية، هذا مو مقصودهم. كما في النفس الرحماني واحد لو كثير، إذا نظرت إلى الذات فهي واحدة حقيقة، أما إذا نظرت إلى ظهورات الذات، إلى صفات الذات، إلى أعراض الذات، فهي كثيرة حقيقة. قال بظهوراته في صفاته، وهي هاي الصفات، التفتوا جيدا، هذه التي ظهرت من خلال هذه الذات، وهي بحسب حقائقها لازمة لتلك الذات. لا يتبادر إلى ذهنك أنها انضمت إليها هسه اتحدت تركبت معها إما تركيبا اتحاديا إما تركيبا انضماميا، لا، هي لازمة موجودة في غيب الذات، في باطن الذات. وهي تلك الصفات بحسب حقائقها لازمة لتلك الذات، وإن كانت من حيث ظهورها، يعني تلك الصفات متوقفة على ماذا؟ على شرائط وعلى معدات، على اعتدال تكون عنده عندما يتحقق ذلك الاعتدال تكون تلك الصفات ماذا؟ بالفعل، فهي بالقوة موجودة. ومن هنا يتضح لنا اصطلاح جديد بالقوة والفعل. احنا عندما نستعمل القوة والفعل مرادنا من نقص إلى ماذا؟ إلى كمال، من فقدان إلى وجدان. هذول عندما يقولون بالفعل وبالقوة مرادهم من فقدان إلى وجدان، لو من وجدان إلى وجدان آخر. ولكن الوجدان الأول يعبرون عنه بالقوة. لماذا؟ لأنه بسيط، لأنه كامن، لأنه غيب، يعبرون عنه بالقوة.
فإذا أحسنتم خاف باطن، فلكي يكون ظاهر يكون ماذا يسمونه بالفعل. هذا الاصطلاح احفظوه إخواني الأعزاء، هو يحفظوا القوة والفعل في اصطلاحهم له معنى اللي أنا أعبر عنه أو يعبر عنه بقوس النزول. في قوس الصعود القوة والفعل لها ماذا؟ لها اصطلاح آخر. القوة والفعل في قوس الصعود يعني من فقدان إلى وجدان، يعني لم يجد فبالحركة يريد ماذا؟ يخرج من القوة إلى الفعل، يعني بالحركة يريد أن يجد أن يحصل بالفعل. أما هنا في قوس النزول ماذا؟ من القوة إلى الفعل. وطبعا أنت هم تعبر، هذا اصطلاحنا يعبر عنه، يعني أنت تقول هذا ملكة الاجتهاد موجودة عنده، ولكن بالفعل بعد ما كاتب رسالة عملية. شنو بالفعل ما كاتب رسالة عملية؟ يعني يريد ينتقل من القوة يعني الفقدان إلى الوجدان؟ لا، موجودة أين؟ في ملكة البسيطة اللي لم تتفتح بعد، لم تكن تفصيل، وإنما هي قوة بسيطة قدسية تكون منشأ مولدة لكل هذه التفاصيل. بعد لم يكتب الرسالة العملية بالفعل، إذن هذاك الموجود عنده بالقوة مو مراد من القوة الفقدان، وإنما المراد منه الوجدان بمرتبة، ولا بد أن يكون بوجدان بمرتبة أخرى، وذيك العالية وهذه ماذا؟ وهذه الدانية. إذن القوة تكون المرتبة العالية وبالفعل تكون المرتبة الدانية. أما في قوس الصعود القوة تكون المرتبة الدانية والفعل تكون المرتبة العالية. واضح هذا الاصطلاح؟ قال تكون عنده بالفعل. فكل ما في فرده، كل النسخ التي رأيتها هالشكل، مو فكل ما في فرد. فرد ماذا؟ هسه وين كان يمكن تصحيح يعني فرد ذلك الجوهر، ولكنه الكلام عندنا نتكلم عن ذلك الجوهر. فكل ما في فرده، وهنا عندما يقول فرد مو مراده الفرد والكلي بالمعنى الاصطلاحي. إذا يتذكر الإخوة في الفلسفة نحن عبرنا ماذا؟ عندنا كلي وفرد، عندنا قلنا كلي وماذا؟ ومصداق. مو مراد من الفرد يعني ذلك المعنى، وإنما مراد ما هو؟ هاي الكلمة الوجودية. فكل ما في فرد ذلك الجوهر بالفعل أو بالقوة. هاي يا قوة ويا فعل. هذا المعنى الذي نحن نقوله يعني في قوس النزول لا في قوس الصعود. فكل ما في فرده بالفعل أو بالقوة وقتا ما أو دائما هو ماذا؟ من اللوازم والصفات، فهو فيها غيب. ومن خلال اعتدال المزاج الذي قلنا اعتدال المزاج يعني الشريعة، اعتدال المزاج يعني الشريعة، فهو فيها غيب، إذ كل ما يظهر فهو قبل ظهوره فيه في ذلك الفرد هو ماذا؟ بالقوة. ويقول يا قوة هذه مو القوة يعني الفقدان، وإنما القوة يعني ماذا؟ البساطة. لذا حاشية شيخنا الأستاذ يقول أي بنحو الإجمال والاندماج والوحدة والشدة. يقول فهو قبل ظهوره في ذلك الفرد بالقوة، وإلا إذا لم يكن موجودا فيه لم يمكن ظهوره. لماذا لم يمكن ظهوره؟ لأن المفروض أنه وراء هذا النفس الرحماني يوجد شيء أو لا يوجد شيء. لا يوجد شيء. عالم الوجود الإمكاني هو هذا النفس الرحماني. وإذا كان خارجا عنه فلا يكون إلا ماذا؟ إلا العدم، وإلا لم يمكن ظهوره في ذلك الفرد. جيد. هسه الآن رجع في جملة معترضة حتى يبين. في النتيجة أنت قلت بأن هذا النفس الرحماني جوهر، وهذا الجوهر له تعريف حقيقي أو ليس له تعريف حقيقي؟ يقول لا، ليس له تعريف حقيقي، كما أنه أنتم ذكرتم في محله أن الجنس العالي له تعريف، له جنس فوقه أو ليس له، وهو هذا ليس فوقه شيء. فإذا لم يكن له جنس فليس له فصل، فإذا لم يكن له فصل فليس له حد ماذا؟ فليس له حد حقيقي. والجوهر لا جنس له. إذا لم يكن له جنس يعني لا يوجد فوقه شيء آخر،
ولا فصل له، فإذا لم يكن له فصل فلا حد له. وما ذكر من التعريف فهو رسم له لا حد ماذا؟ لا حد حقيقي. جيد. يقول ولما كانت التجليات، حتى نخلص من هاي العبارات حتى نوصل التنبيه. ولما كانت التجليات الإلهية، الآن رجع إلى الذات. التفتوا لي جيدا، نحن قلنا بأنه هذا النفس الرحماني مظهر الذات، وهذه الأعراض مظهر الصفات، كما أنه هناك من الذات والصفة يتولد اسم، هنا من النفس الرحماني والعرض من هذا الجوهر والعرض تتولد ماذا؟ كلمة إلهية. هذا البيان يريد أن يبين، لا يوجد مطلب جديد. ولما كانت التجليات الإلهية المظهرة للصفات متكثرة، ولما كانت التجليات الإلهية المظهرة، هذه التجليات للصفات، هذه التجليات ماذا؟ متكثرة. ونحن إذا يتذكر الإخوة قلنا فيما سبق أنه ما هو منشأ تعدد الأسماء الإلهية وتكثرها؟ ما هو منشأه؟ قلنا منشأه تعدد ماذا؟ تعدد الصفات. وهذا المعنى إذا يتذكر الإخوة بشكل مفصل بحثناه في أول صفحة 65 من الكتاب. قال وقد يقال الاسم للصفة إذ الذات مشتركة بين الأسماء كلها، والتكثر فيها أي في الأسماء بسبب تكثر الصفات. خب نعم، يبقى السؤال لماذا تتكثر الصفات؟ هناك بينا ما هو منشأ تكثر الصفات من خلال وجه أو وجهين في صفحة 65. قال ولما كانت التجليات الإلهية المظهرة للصفات متكثرة بحكم كل يوم هو في شأن. إذن التفتوا جيدا، الذات واحدة، النفس الرحمن يمشي واحد، ولكن الصفات واحدة لو متعددة، فالأعراض واحدة لو متكثرة. قلنا الذات الجوهر النفس الرحماني مظهر الذات، والأعراض مظهر ماذا؟ مظهر الصفات، مظهر الصفات. فإذا كانت الصفات متكثرة فالأعراض تكون متكثرة أو واحدة؟ قال صارت الأعراض متكثرة غير متناهية، وإن كانت الأمهات منها متناهية. أمهات ماذا؟ أمهات الأعراض، أمهات، كما أن أمهات الأسماء صفات ماذا؟ متناهية. كيف أن هناك أمهات الصفات متناهية، هنا أمهات الأعراض أيضا ماذا؟ متناهية. واضح صار المطلب؟ قال صارت لما كانت التجليات كذا بحكم كذا صارت الأعراض متكثرة غير متناهية، وإن كانت الأمهات أمهات الأعراض منها من الأعراض متناهية. وهذا التحقيق الذي بيناه هنا ينبهك على أن للصفات من حيث تعيناتها في الحضرة الأسمائية ماذا للصفات؟ حقائق متميزة بعضها عن بعضين. إذا يتذكروا الإخوة واحدة من النقاط التي نحن مرارا ذكرنا للإخوة، وهو لعله يوجد لنا فهم وقراءة أخرى لهذا الكلام غير الذي يقوله القوم، أن الأعلام يفرقون بين الأحدية وبين الواحدية في هذه النقطة. يقولون في الأحدية لا هناك تكثر لا مفهومي لا مصداقي، أما في مقام واحدية لا يوجد تكثر مصداقي ولكن يوجد تكثر ماذا؟ مفهومي. ونحن هذا قبلناه فيما سبق أو لم نقبله؟ لم نقبله. قلنا لا، نحن نفسر الأحدية والواحدية بنحو آخر. الآن انظروا شيخ حسن زادة، عبارة المتن هواي واضحة، يقول من حيث تعيناتها حقائق، هو يقول في الحاشية ماذا؟ صفحة حاشية رقم 8، أي مفهوماتها الذهنية، لأنه عالم الأسماء عالم الواحدية، فيقول عندما توجد تكثر يتصور التكثر ماذا؟ تكثر مفهومي، مع أنه العبارة بينكم وبين الله تتحمل تكثر مفهومي، لو أنه تشير حقائق متميزة بعضها عن بعض، المفهوم يعبر عنه حقيقة متميزة بعضها عن هذا يؤيد أيضا ما فهمناه من الفرق بين الأحدية والواحدية.
وهذا التحقيق ينبهك على أن للصفات من حيث تعيناتها في الحضرة الأسمائية حقائق متميزة بعضها عن بعض، وإن كانت راجعة إلى حقيقة واحدة مشتركة بينها من وجه ماذا؟ من وجه آخر. نعم، مقام الأحدية مالته واحد، ولكنه عندما تكون في مقام الواحدية تكون ماذا؟ متكثرة حقيقة. فالعلم غير القدرة في مقام الواحدية، مو العلم غير القدرة مفهوما، لا، العلم غير القدرة ماذا؟ بحسب المصداق. وهذا مرارا، لعله الآن ما أتذكر وين ذكرته، موجود في مواضع متعددة أشرت إليه في هذا الكتاب. لعله عندما تكلم عن اصطلاحات الطائفة، واحدة من أهم اصطلاحات الطائفة كان الأحدية. يتذكروا الإخوة ولا؟ في بعض اصطلاحات الطائفة منها: والمرتبة الأحدية المستهلكة فيها جميع الأسماء والصفات وتسمى جمع حقيقة والعماء كذا، وإذا أخذت بشرط شيء فإما أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللي فلها كلها جزئيات مسمات بالأسماء والصفات، فهي المرتبة الإلهية عندهم. ومقام الجامع هنا، وهذه المرتبة باعتبار كذا، بالي إذا ألقاها أو لا ما أدري. مالي بلي انتوا وين تقولون؟ 62 مالي. لا تعليق ما عندي شغل. هسه هم اشوفكم، يا اسمحوا لي. شوفوا في صفحة 63 يقول: وليست إلا تجليات ذاته بحسب مراتبه التي تجمع الألوهية المنعوتة بلسان الشرع العماء، وهي أول كثرة وقعت في الوجود، وبرزخ بين الحضرة الأحدية الذاتية وبين المظاهر ماذا؟ الخلقية. فيعبر عن مقام الواحدية أول ماذا؟ أول كثرة في الوجود. 47 ماكو شيء؟ استبعد. لا ماكو هناك. لا أحدية بلي. على أي الأحوال. ثم قال: وهذا التحقيق ينبهك على كذا، كما أن مظاهرها. إذا كانت الصفات كذلك، مظاهر الصفات أيضا كذلك، يعني أنها متكثرة حقيقة، وإن كانت ترجع إلى ماذا؟ إلى حقيقة أخرى من وجه آخر. كما أن مظاهرها، مظاهر الصفات، حقائق متمايزة بعضها عن بعض، مع كونها هذه المظاهر مشتركة ماذا؟ في حقيقة التابعية للجوهر. لأن كل ما في الوجود، يعني الوجود الإمكاني، يعني في هذه الحقيقة، لأن كل ما في الوجود دليل وآية على ما في الغيب. لا يعلم ما هنالك إلا بما ها هنا. تنبيه بلسان أهل النظار يأتي، والحمد لله.